استاذ يسري، ايه اخر اخبار سرقه الاسوره من المتحف المصري؟ النهارده وزارة الداخلية بتعلن تفاصيل سرقة إسوار ذهبي موجود داخل المتحف المصري. وزارة الداخلية قالت إن جالها بلاغ يوم 13 من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم اكتشفوا اختفاء إسوار ذهبي يعود للعصور المتأخرة من داخل خزينة بمعمل الترميم بالمتحف المصري اللي موجود في ميدان التحرير. والتحريات قالت إن المتهمة الرئيسية هي أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وإن هي تمكنت من سرقة هذه الإسورة بتاريخ يوم 9 سبتمبر أثناء تواجدها وعملها بالمتحف المصري بأسلوب المغافلة. وبعد كده تواصلت مع أحد التجار الخاصين بيها، هو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب، واللي قام ببيعها لمالك ورشة في منطقة الصاغة بمبلغ 180 ألف جنيه. والراجل ده اعترف أنه باع هذه الإسورة لآخر هو عامل في الورشة بمبلغ 194 ألف جنيه، وإنه تم صهر هذا الإسوار الذهبي ومع مصوغات ذهبية أخرى لإعادة تشكيلها من جديد. عقب التنسيق وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط كل المتهمين الثلاث متهمين والمتهمة الرئيسية بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. تم ضبط المبالغ المالية اللي كانت موجودة معاهم، حصيلة البيع وحصيلة الصهر، والنيابة العامة بدأت التحقيق. مبرر المتهمة الرئيسية حتى هذه اللحظة وفقا للاستجواب المبدئي أنها تقول أنها كانت تمر بضائقة مالية هي اللي دفعتها أن هي تحصل على هذا الإسوار من المتحف المصري وتبيعه عن طريق الراجل صاحب محل الفضيات إلى آخر. ولكن يبقى السؤال، كيف خرجت هذه القطعة الأثرية النادرة التي تعود إلى العصور المتأخرة من المتحف المصري، اللي معروف أن هناك إجراءات أكثر شدة من التأمين بجانب كاميرات المراقبة اللي موجودة في محيط المتحف المصري بميدان التحرير؟